99% من الناس بيعملوا الكفتة بالطريقة الغلط. النهاردة هقولك على السر اللي هيخليها ما تفكش ابدا وتطلع بطعم الحياتي بالظبط، وما تخرجيش من الفيديو غير لما تعرفي السر، ولو استفدتي اعملي شير وخلي غيرك يستفيد. اول حاجة معانا كيلو من اللحمة المفرومة، ويحبذ لو كانت من السن. سيبك بقى من اللي يقولك خدي ميه البصل وارمي القشر، خدي القشر وارمي الميه والكلام ده كله. انا البصلايه جبتها فرمتها في المحضره وحطيتها زي ما هي مع قرن فلفل اخضر، وحطيت عليها حزمه من البقدونس مغسوله ومتصفيه من الميه قطعتها ناعم، وحطيت عليها كيس كامل من الكيك شيف وكيس كامل من توابل الكفته. تمام، هكتب لكم برضو كل حاجه في الفيديو من تحت علشان ما نتوهش من بعضيه. اهم سر في الكفته هو العجن. بصي، ده هو ده السر اللي انا بقولك عليه، هو العجن. اعجني كانك بتعملي عجينه. لو عندك عجان حطيها في العجان واعجني فيها مده ما تقلش عن ربع ساعه، ولو على ايدك اعجني كانك بتعملي عجينه بالظبط لحد ما تتكون معاكي عروق وخيوط كده. تمام قوي. الكفته مستحيل تفك مني، وهتاكلي كفته اطعم من بتاعه الحاتي 100 مره. طبعا انا قسمت الكفته نصين، قلت هعمل نص كيلو النهارده ونص الكيلو التاني شلته في الفريزر، قلت ابقى اعمله في وقت تاني. والنص كيلو على فكره رمى معايا كتير جدا، بعد ما حطينا طبعا كيس توابل الكفته وحطينا كيس الكيك شيف وحزمه البقدونس وبصلايه متوسطه وقرن فلفل بارد او حامي ورشه من الفلفل الاسود، وظبطوا الملح على حسب رغبتكم، وعجنتهم كويس. طبعا بجيب معلقه واي ماده دهنيه وببتدي اصبع الكفته الاصابع اللي انا حباها، تخينه رفيعه طويله قصيره براحتك تماما. وبعد كده بحطها على شبكه زي كده وبحط عليها اي ماده دهنيه من على الوش وبدخلها الفرن تاخد لون. وهقول لكم نعمل ايه في الوقت ده. كنت عملت شويه رز بالزبده، جبت معلقه من الزبده على كوبايتين من الرز، شوحتهم كده وحطيت عليهم كوبايتين ونص من الميه. الرز بتاعي وظبطت الملح، الرز بتاعي اتشرب ميته ووطيت عليه النار شمعه. الرز بالزبده ده من الحاجات الخطيره، جربوها، عايزه اقول لكم هتدمنوه، وبيبقى حلو جدا جدا جنب المشويات. طبعا قلت بقى لزوم التكات والحركات نعمل شويه سلطه كده في السريع، كام حبايه طماطم على كام خيارايه على ليمونتين على قرن فلفل على شويه ملح على شويه رشه من السماق، بيبقى خطير مع سلطه المشويات. ظبطوا ملحكم وبس كده. طبعا الكفته بتاعتي بعد ما اخدت لون طلعتها وقلبتها على الوش التاني بالمنظر ده كده. بصوا الكفته بقى، يعني انا عايزاكم تبصوا مأستكه. السر زي ما اقولك هو العجن. اوعي تستهوني بالخطوه دي، اعجني كويس جدا على ايدك. بصي تخيلي ان دي قطعه عجينه وتعجني لحد ما تكون خيوط. لو عجبك الفيديو لايك وشير، واعملي شير علشان زي ما انتي استفدتي الكل يستفاد. واشوفكم في وصفه جديده على خير، وباي باي.